السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة بالمغرب. سنعطيكم موجز إخباري إن شاء الله، فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. من المتوقع أن يشهد المغرب يوم الاثنين أجواء متقلبة تتراوح بين الطقس المشمس والمغشى بالسحب في عدد من المناطق، وذلك وفقا لما أوردته مديرية الأرصاد الجوية الوطنية. في المناطق الشمالية خاصة السواحل الأطلسية من طنجة إلى القنيطرة يتوقع أن تكون الأجواء غائمة جزئيا في فترات الصباح، مع احتمال نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة، كما يرتقب أن تزداد كثافة السحب تدريجيا خلال النهار. في وسط البلاد خصوصا بمدن الدار البيضاء، الرباط وسطات، ستكون الأجواء مستقرة إجمالاً مع سماء قليلة السحب ودرجات حرارة معتدلة تصل إلى 26 درجة مئوية كحد أقصى خلال فترة الزوال. الجنوب الشرقي للمملكة سيعرف استمرار الأجواء الحارة نسبياً، خاصة في الرشيدية وورزازات، حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 32 و 37 درجة، مع تسجيل هبوب رياح معتدلة إلى قوية محلياً قد تثير زوابع رملية. من جهة أخرى، ستعرف الرياح هبوباً ومعتدلاً من القطاع الشمالي إلى الشرقي في الأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ضعيفة إلى معتدلة بباقي المناطق. وتشير التوقعات إلى أن البحر سيكون هادئاً إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالواجهة الأطلسية.